في الفيديو دوت انا هقول لك على 7 هاكس على اب وورك، اقسم لك بالله ما حد هيقول لك عليهم غيري. واقول لك حاجه، انا مش هضيع وقتك اكتر من كده، بس اهم حاجه كمل الفيديو لحد الاخر، لان اخر واحده ديت انا عايز اقول لك انا ما كنتش ناوي احطها، بس انا عامل الموضوع دوت لله في لله، فقلت هشاركها معاك. فيلا بينا. اول حاجه هي ازاي اجيب اسم العميل في الوظيفه اللي انا بقدم عليها. يلا بينا اوريك ازاي. انت دلوقتي شايف قدامك اهوت الوظيفه اللي انت بتقدم عليها، موجود قدامك هنا ابلاي ناو، سيف جوب، الكلام اللي احنا عارفينه ده كله. المهم هتنزل بقى تحت خالص وتبدا بقى تبص على الريفيوز بتاعته. اكيد هتلاقي هو منزل ريفيو لواحد، وهتلاقي الفريلانسر اللي هو اشتغل معاه قبل كده بيشكره باسمه او بيتكلم عنه وبيقول اسمه في النص. فتعالى كده نبص مع بعض. اول واحد مفيش فيدباك، تاني واحد مفيش فيدباك، تالت واحد هو اللي رابع واحد الكل بيقول لك اسمي الان. الان is a very nice and patient client. فاحنا كده عرفنا ان هو اسمه الان. طب انا دلوقتي عايز اتاكد، هروح جاي بص على اللي بعدها واللي بعدها. It's always a pleasure working with Alan. انا كده خلاص اتاكدت ان هو اسمه الان. طب انا هستفاد بايه بقى باسمه؟ ده هينقلنا للنقطه رقم 2. تاني خطوه بقى معانا هي اهتم قوي باول سطر بتاعك في الكفر ليتر. هتقول لي ليه؟ اقول لك لان ديت هي اول حاجه العميل بتاعك بيشوفها وهو بيفر كده في الناس اللي مقدمه على الشغل. كل عميل لما بيجي ينزل شغلانه بيقدم على الوظيفه ديت ناس كتيره جدا. هل هو هيفتح كل واحده بقى ويقعد يبص فيها؟ ده مش بيحصل. هو بيعمل ايه؟ بيفضل يفر واحده ورا الثانيه ورا الثالثه، واول ما واحده تشد انتباهه جاي فاتحها وقاري بقى كل اللي فيها. فاحنا عايزين نوصل للحته ديت، عايزين نوصل ان احنا نشد انتباهه ما بين ال 50 ولا 60 واحد اللي مقدمين. هقول لك على كام حاجه كده تعملها بحيث تضمن ان هو يفتح الكفر ليتر بتاعتك. وزي ما انت شايف قدامك هنا هو دوت المنظر اللي العميل بيشوفه. اول واحد هنا مثلا اسمه ريتشارد، واحد اسمه نعيب، وواحد اسمه فيف، ايا كان. هو دوت اللي العميل بيبقى شايفه لما بيجي ناس بتقدم على الشغل عنده. يعني تعالى بقى اقول لك انت هتعمل ايه. دلوقتي ده قدامك هنا المكان بتاع الكفر ليتر اللي انت بتكتب فيه الكفر ليتر بتاعتك. اول حاجه هتعمل هاي الان. وديت هنا بقى دلوقتي عرفتك ازاي هتستفاد بالاسم بتاعه. حته اللي انت تكتب الاسم بتاع العميل في الاول، انت كده بتخلي الموضوع زي ما بنقول كده بتشخصن الموضوع، بتخلي الموضوع فيه اللي انت انت عارفه، او على الاقل باين اللي انت دورته ومهتم بالوظيفه اللي انت بتقدم عليها ديت، مش واحد بيقدم وخلاص. تمام. تاني حاجه هي، ودي بقى فعلا محدش يعرفها ومحدش هيقول لك عليها غيري، ان انت تعمل اي علامه لونها احمر. هتقول لي ايوه اشمعنى يعني علامه لونها احمر؟ هقول لك لان معروف في السيكولوجيه بتاعت العقل اي انسان ان اللون الاحمر بيشد الانتباه. فهو كل ما يجي يبدا ينزل بقى في الناس اللي مقدمه على الشغل بتاعه، هيبدا يلاقي في واحد او في علامه لونها احمر عند واحد، غصب عنه هتلاقي عينه راحت عليها. عايز تعرف دي جايه منين؟ هتاخد بالك ان معظم الابلكيشنز اللي انت بتفتحها تاخد بالك ان النوتيفيكيشن بتاعتها باللون الاحمر. فهو ده بالظبط اللي احنا هنستخدمه في الكفر ليتر بتاعتنا. زي ما انت شايف هو قدامك انا عملت علامه لونها احمر اللي هي علامه الستوب. انت بقى ممكن تعمل اي حاجه، ممكن تعمل قلب، ممكن تعمل اي حاجه زي ما انت عايز، المهم يبقى لونها احمر بحيث ان تشد انتباهه. الحاجه بقى اللي بعدها هي ان انت تكتب له حاجه بحيث اللي هو يبقى عايز يفتح الرساله بتاعتك او يبقى عايز يرد عليك، وبرده تبين له اللي انت فاهم انت بتعمل ايه. فانا دلوقتي قريت في الديسكربشن بتاعه اللي هو عايز حد يعمل له نفس اللي موجود في الانستجرام دوت. هو واحد عايز فيديوهات معينه بشكل معين، فانا دخلت بصيت على الفيديوهات ديت وعرفت هو عايز ايه بالظبط. فانا هروح جاي كاتب له I can do exactly this type of videos if not better. يعني ايه؟ انا اقدر اعمل لك نفس نوع الفيديوهات دوت ان ما كانش كمان احسن. وبعد كده بقى ابدا اكتب له الكفر ليتر بتاعتي كلها. انا كده ضمنت بنسبه 99% ان هو هيشوف الكفر ليتر بتاعتي. تالت واحده هي بقى عن الفيدباك، ودوت بسبب الناس كتيره جدا بتسالني بتقول لي هو انا لازم اقفل العقد عشان يجي لي فيدباك؟ والاجابه لا، مش لازم تقفل العقد كل مره عشان يجي لك فيدباك. اب وورك بيدي لك امكانيه ان انت اي عقد بتشتغل عليه ممكن تستنى 30 يوم بس وتطلب من العميل اللي هو يعمل لك فيدباك، واقول لك حاجه من غير ما يضطر يقفل العقد. طب انا كلامي موجه لمين؟ انا كلامي موجه للناس اللي هي شغاله مع عميل والعميل ناوي يطول في الشغل معاهم، بس في نفس الوقت هم عايزين فيدباك على البروفايل بتاعهم. فهل هم يطلبوا من العميل اللي هو يقفل العقد ويكتب لهم فيدباك وبعد كده يفتح عقد جديد ويكمل معاهم الشغل، ولا يكمل في الشغل معاهم؟ الاجابه هي خليه يكمل معاك في الشغل عادي جدا، واطلب منه اللي هو يعمل لك فيدباك اللي هي بعد ال 30 يوم. هتقول لك بقى دي مميزاتها ايه؟ تعالى بقى، دي ليها 3 مميزات. اول واحده هي ان العميل لما بيجي يكتب لك فيدباك اولانيه وهو لسه شغال معاك،
ده هيديك امكانيه ان انت تطلب منه فيدباك تانية لما يجي يقفل العقد، فهيبقى كده عندك على البروفايل 2 فيدباك مش واحد. والتانية بقى هي ان العقد كل ما يبقى اللونج تيرم ده بيقوي البروفايل بتاعك اكتر على ابورك. تالت واحده بقى ودي ما تخصكش قوي بس تخص العميل اللي انت شغال معاه، وهي ان انت لما تيجي تطلب منه اللي هو يقفل العقد عشان يكتب لك فيدباك، هو كده بيخسر فلوس، لان ابورك هيطلب منه مصاريف اداريه تانية لما يجي يفتح عقد جديد. ورابع واحده بقى وديت عزيز لسه قايلها لي، وهسيب لكم اللينك بتاع الشانل بتاعته عشان هو برده بيقول نصايح حلوه جدا، هي ان الفيدباك اللي انت بتطلبها بعد ال 30 يوم بتبقى احسن من الفيدباك اللي بتبقى اخر واحده بعد ما تقفل العقد. هتقولي ليه؟ عزيز بيقول لي ان هو كده هيتوصل بيك بزياده عشان انت لسه معاك شغل لسه ليه، فبالتالي هيبقى مش عايز يخسرك، فهتلاقيه بقى متوصي بيك قوي في الفيدباك اللي هو كاتبها لك. رابع واحده بقى هي اوعى 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 تكلم عميل بره ابورك، بس الفت انتباهه. تعال اقول لك ازاي. دلوقتي انا شغال مع واحد اسمه ثينك كيوريوسيتي، هو انا لسه ما اشتغلتش معاه بس هو كان منزل شغلانه على ابورك وعايز حد يعمل له الفيديو اديتنج بتاع الشانل بتاعته. هو كان منزل لينك للشانل بتاعته، رحت جاي داخل عليها ومنقي فيديو، وهقول لك ازاي تنقي الفيديو الصح بس خليك معايا. رحت جاي داخل كاتب له في كومنت من الفيديوهات ديت زي ما انت شايف قدامك I used to experience the spotlight effect. اول حاجه اول سطر زي ما انت شايف قدامك ده تعليق على الفيديو بتاعه عشان افهمه او اوريه ان انا مهتم اصلا بالكونتنت بتاعه والفيديوهات بتاعته. فعلى اقل ابسط حاجه اتفرجت على الفيديو اللي انت منزله ورحت جاي مدي تعليق عليه. تاني حاجه بقى هو ده بقى اللي انا عايز اوصله لك، ان انا بص انا شفت الفيديو بتاعك ومهتم قوي بالكونتنت بتاعك وحبيته، وخدت بالي اللي انت منزل على ابورك اللي انت محتاج حد يعمل له الفيديو، حد يعمل لك الفيديو اديتنج بتاعك، فانا شايف ان انا ممكن اخد الفيديوز بتاعتك للليفل اللي جاي. تواصل معايا على ابورك. انا كده زي ما بقول لك ايه، انا ما تواصلتش معاه بس هو مجرد ما يشوف الكومنت هياخد باله ان نفس الشخص ده مقدم عندي على ابورك. وعايز اقول لك حاجه بتنفع بنسبه 99.99999. طب تعالى بقى دلوقتي اقول لك ازاي تختار الفيديو اللي تحط له على الكومنت ليه؟ لان هي مش اي فيديو خلاص، هو واحد من ثلاثه، يا اما فيديو عنده قديم قوي، يا اما فيديو يكون جديد قوي، يا اما فيديو ما يكونش عليه لايكات او اي فيوز قوي. وليه بقى؟ لان الفيديو القديم او الفيديو اللي هو معلوش لايكات خالص بيديك امكانيه ان انت تستند اوت كده في النوتيفيكيشن بتاعته تبقى لوحدك، على عكس الفيديوهات التانية اللي هي بيبقى بيجي له يقول له ان فضل عبد العزيز و20 واحد كمان عملوا كومنت، فبالتالي هو مش هيهتم قوي بالكونتنت بتاعك. طب لو فيديو جديد خالص او اجدد فيديو هو منزله بيبقى بسبب اللي هو بيبقى لسه منزله، فبيبقى عايز يتفاعل عليه اكتر عشان الفيديو يمشي اكتر على اليوتيوب، فبيرد على كل الكومنتات وبيشوف كل الكومنتس. خامس واحده بقى ودي صياعه. ليه بقى بقول لك كده؟ لان ديت حرفيا طريقه هتجيب لك اكتر من 20 شغلانه تقدم عليها متفصله كده عليك انت بس، من غير اصلا ما تضطر ان انت تفتح ابورك. والموضوع ده بقى مهم ليه؟ لان انت كواحد لسه بيبدا فانت معاك عدد معين من الكونكتس انت ما ينفعش تضيعه على الفاضي، فبالتالي كل وظيفه بتقدم عليها لازم تبقى منشن صح. بس هل كل مره تقعد تفتح ابورك تقعد بقى تدور واحده ورا الثانيه ورا الثالثه؟ لا. تعال اوريك بقى هتعمل ايه. زي ما انت شايف قدامك هنا ديت اللي هو الهوم بيج بتاعت ابورك. فانت هتعمل ايه؟ اول حاجه تعملها انت تعمل سيرش على الحاجه اللي انت تشغلها. انا مثلا كواحد شغال فيديو اديتنج لليوتيوب، فانا حابب دلوقتي فيديو اديتور فور يوتيوب. تمام؟ هيجي لي دلوقتي كل الناس اللي محتاجه حد يعمل لها فيديو اديتنج لليوتيوب. بس هنا بقى في كام حاجه لازم نقعد نعملها. اول حاجه انا بغير الحاجات ديت، بعد كده هختار اللي انا عايزه اقل من 5 او من 5 ل 10 او من 10 ل 15 او يا عم خلاص كمان من 15 ل 20، وتكون البيمنت بتاعته فيرفايد. وايه تاني؟ ومثلا اللي هو من 1 ل 3 شهور 3 شهور او اكتر من 6 شهور. طب الحاجات دي انا اخترتها بناء على ايه؟ فدي انا عامل حلقه كامله عليها، هتلاقيها سايب لك اللينك بتاعها فوق تقدر تتفرج عليها وتفهم انا اخترت كل واحده ليه. ايه بقى الخطوه اللي جايه؟ هعمل سيف للسيرش هدوس هنا زي ما انت شايف قدامك سيف سيرش واسميه باي اسم. انا هسميه زي ما هو فيديو اديتور فور يوتيوب. وبعد كده هروح جاي اعمل ايه؟ راجع للهوم بيج بتاعتي، واخد شايف الفيديو اديتور فور يوتيوب اللي تحت ديت، اللي تحت اوعى تتلخبط وتدوس اللي فوق، اللي بالاخضر دي مالناش دعوه بيها، خلينا في اللي تحت. انت هتدوس عليها، بعد ما تدوس عليها هو دلوقتي هيفلتر لك ويجيب لك الناس كلها اللي هي فيديو اديتور في اليوتيوب على حسب التفضيلات اللي انت كنت عاملها. تعالى بقول لك ايه الخطوه اللي هي بقى الصياعه. هنستخدم موقع اسمه زابير. تمام؟ هتدوس هنا، بعد كده تدوس كلمه RSS
هيفتح لك الصفحه اللي انت شايفها قدامك ديت. كل اللي عليك اللي انت تاخد اللينك اليو ار ال اللي فوق زي ما انت شايف دوت، كوبي، مالكش دعوه باللي تحت، اللي فوق بس. تروح جاي داخل على سبير، وبعد كده تاخد من سبير. انت بقى هتيجي تقول لسبير اللي هو دلوقتي لما يجي اي حد ينزل الشغلانه في السيرش دوت، عايزك تبعت لي على الايميل بتاعي. بس بما ان الطريقه ديت هتاخد اكتر من 20 دقيقه او اكتر من 10 دقائق في الفيديو دوت، فانا هوفر عليك واقول لك ان انا هسيب لك لينك عزيز اخويا شرح الطريقه ديت بالتفصيل، يعني التفصيل الممل، بحيث ان انت تطلع منها انت مش محتاج اي حاجه تاني من اي فيديو تاني. عايز اقول لك بقى الحلو في الطريقه ديت ايه، ان موقع زبير انت كده كانك بتقول له والله العظيم انا عايزك لما يجي اي حد ينزل شغلانه فيها المواصفات اللي انا عايزها ديت، ابعت لي على الايميل الوظيفه، اسمها، الشخص ده مستعد يدفع كام، الديسكريبشن بتاعه، وكل حاجه عنها بما فيها اللينك، بحيث ان انا ما اضطرش ان انا افتح اب وورك بعد كده تاني ادور على شغلانه بنفسي. وزي ما قلت لك هسيب لك اللينك فوق، خش اتفرج على الفيديو وتعالى قول لي رايك برضه. سادس واحده بقى هي ما تقدمش على وظيفه ان كان فيها اكتر من 20 واحد مقدم عليها. تعالى اقول لك ازاي. دلوقتي زي ما انت شايف قدامك هنا، عندك عدد البروبوزلز الناس اللي مقدمه يعني اقل من 5. في شغلانات تانية انت هتشوفها هتلاقي منها من 5 ل 10، من 10 ل 15، 15 ل 20، من 20 ل 50، ومش بس كده، اكتر من 50 كمان. اللي انا عايز اقوله لك بقى، لو لقيت شغلانه اخرها معاك لحد 15، يعني ايه؟ يعني اقل من 5، من 5 ل 10، من 10 ل 15 بس، فوق كده ما تقدمش. وليه بقى بقول لك كده؟ لان زي ما قلت لك في الخطوه اللي قبل كده، انت معاك عدد معين من الكونكتس انت مش هتستحمل انت تضيعه، تمام؟ وخساره ان انت تضيعه في وظيفه احتمال كبير جدا ان انت ما تاخدهاش. فلو لقيت عدد اكتر من 20 ما تقدمش. الحاجه الثانيه، لو العميل عامل انفايت لحد تاني، انا بقولها لك هو من عندي، ما تقدمش برضه، لان غالبا هو هياخد واحد من الناس اللي هو عامل لهم انفايت. وهنا بقى دوت عايز ارجع انبهك ان ديت فايده الخطوه اللي فاتت اللي عزيز هيبقى شرحها لك، اللي هي الايميل او زبير. هتلاقيه بيبعت لك الايميل اول باول، بحيث ان انت تبقى من اول 5 مقدمين عليها، مش تستنى بقى لحد ال 50 وال 20 والكلام دوت. رقم 7، وديت اقسم لك بالله ان انت اكيد واحد من الناس اللي هتكون واقعت فيها، واقول لك حاجه انت ما تعرفهاش برضه، هي ازاي اعرف ان العميل اللي قدامي ده نصاب من غير اصلا ما ابدا اتكلم معاه نص كلمه. وهي عن طريق الهاير ريت. ودي عباره عن ان انت هتفتح الوظيفه، هتبص على الهاير ريت بتاعه، هتلاقيه على اليمين كده زي ما انت شايف، هو منزل 118 شغلانه قبل كده، والهاير ريت بتاعه 100%. يعني ايه؟ يعني ال 118 شغلانه اللي هو منزلها شغل فيها ناس. عايز تعرف بقى ازاي هو نصاب؟ ده مش نصاب، بس لو واحد تاني نصاب فهتلاقيه مثلا منزل 100 شغلانه ومش شغل 2 بس، شغل في شغلانتين بس. طب بالنسبه لبقيه ال 98 شغلانه اتقفلوا، او ضحك على الناس بتوعهم فما شغلش حد. فبالتالي وفر على نفسك المجهود ووفر على نفسك الكونكتس بتاعتك وما تقدمش اصلا. الحاجه الثانيه بقى، ودي يا جدعان بجد اقسم بالله يعني مش محتاجه فزلكه، لما يجي يقول لك كلمه تليجرام. كلمه تليجرام ديت لو اي حد قديم في الابورك هيعرف ان هي الكلمه السحريه لكلمه انا نصاب. عارفين المسيح الدجال لما يجي يبقى مكتوب على نفسه كده انا كافر؟ هو النصاب كده لما هيتم مكتوب عنده هنا تليجرام. يلا بينا بقى للي انا كنت شايلها لك لحد اخر الوقت، وهي ازاي تقرا الارقام بتاعتك بحيث ان انت فعلا يجي لك شغل بقى بجد. وهي عباره عن ان انت تخش على الستاتس بتاعتك. تعالى بقى هوريك ازاي. زي ما انت شايف قدامك هنا، انا فاتح الهوم بيج، بتدوس على اللوجو بتاعك او الصوره بتاعتك، هتلاقي عندك ستاتس اند ترندز، تفتحها، تبدا بقى تنزل تحت هنا، وشايف المربع ده هو اسمه البروفايل ماتريكس. اول حاجه هتعملها هي تبص وتشوف هل البروفايل بتاعك اصلا بيتشاف ولا لا. لو بيتشاف احنا كده ماشيين على الصراط المستقيم. طب هو مش بيتشاف، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لازم تظبط 3 حاجات. اول حاجه هي الصوره بتاعتك، تاني حاجه هي الفيديو اللي انت بتنزله بيعرف عن شغلك او مثال عن شغلك، تالت حاجه هي ان انت ممكن تعمل بوست للبروفايل بتاعك بحيث اللي هو يتشاف اكتر. بس انا ما رجحتش رقم 3 ديت، اهتم قوي برقم 1 و2. حاجه رابعه كمان، الكفر دي بتاعت انت بروفايلك ما بيتشافش، معنى كده ان محدش بيخش عليك، صح؟ طب بالتالي ما بيخشش عليك ليه؟ عشان الكفر ده بتاعتك ما شدتوش. ورابع حاجه برضو عزيز لسه قايلها لي دلوقتي،
وهي ان هو ممكن الكفر ليتر بتاعتك اللي انت لما جيت قدمت على الشغل برده ما شدتهوش قوي، فبالتالي هو ما كلفش نفسه ان هو يخش يشوف البروفايل بتاعك اصلا. فاهتم برده بالكفر ليتر لما تيجي تقدم، وديت انا عامل فيديو عليها مخصوص، ابقى خش اتفرج عليه. وده ينقلنا على النقطه الثانيه، وهي لو انا البروفايل بتاعي بيتشاف بس ناس كتيره جدا اللي بتشوفه ديت ما بيعملوش اصلا انفايت، ده معناه ان هو في حاجه غلط عندي، ده معناه ان البايو بتاعتي فيها مشكله. ليه بقى؟ لان انا بقول لك الناس دخلت وبصت في البروفايل بتاعك، فده معناه اللي هو ما اقتنعوش يا اما بالبايو بتاعك يا اما بالبورتفوليو بتاعك، فمحتاج ان انت تظبطه شويه، يا اما بالفيديو اللي انت حاطه برده. فاهتم بالثلاثه دولت. وده ينقلنا للناحيه الثانيه من الاستاتس بتاعتنا، وهي زي ما انت شايف فوق هنا. لو انا دلوقتي هو هنا بيقول لك عدد البروبوزلز اللي انت بعتها في اخر 7 ايام، تعال نخليها مثلا في 2024. انا في 2024 بعت زي ما انت شايف 4 بروبوزلز. لو انا قلت ان الاربعه بروبوزلز دولت كام واحد فيهم اتشاف؟ فيهم واحد بس اللي اتشاف، فده معناه كده في حاجه غلط في ايه؟ في اللي انا العميل لما بص في الناس اللي مقدمه ما تشدش اللي هو يفتح الكفر ليتر بتاعتي، فده معناه ان انا لازم اهتم قوي بالكفر ليتر بتاعتي زي ما انا قلت لك في اول نقطه، عشان عملاء اكتر يبداوا يشوفوا الكفر ليتر اللي انا مقدم بيها. طب انا خلاص اهتميت قوي بالكفر ليتر بتاعتي واهتميت قوي باول سطر، وناس كتيره جدا شافت الكفر ليتر بتاعتي، بس لقيت ان هم برضو محدش فيهم عمل لي هاير. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لازم تهتم بالكفر ليتر بتاعتك وتهتم ازاي تقنع العميل بيها. زي ما قلت لك انا هتلاقيني سايب لك فيديو بيشرح الكفر ليتر من اولها لاخرها وباكتر من طريقه كمان. وبكده نبقى الحمد لله خلصنا الفيديو بتاعنا، وان شاء الله ان شاء الله هنزل فيديوهات تانية كتيره جدا عن الموضوع دوت. فلو انت حابب ان انت تعرف عنها اكتر ما تنساش تعمل سبسكرايب، وطبعا مش هقول لك اعمل شير بقى مع اصحابك عشان ما حدش بيعمل شير لفيديو يوتيوب، بس على الاقل اعمل سبسكرايب عشان تشوف انت اللي جاي وما يفوتكش منه حاجه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. ثواني يا جماعه، اخر جزء هنا في الحته دي انا عايزكم تركزوا في حاجه صغيره. دايما اقرا الارقام بتاعتك وحاول تحسن، لان لو خدت بالك من حاجه ما ينفعش تتوقع نتائج مختلفه وانت بتعمل نفس الحاجه بالظبط. مظبوط. اشوفكم الحلقه اللي جايه.